السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هعطيكم وجهة نظري في أبو زياد وهناء، بس اللي أنا الأول عايزة منكم لايك جميل وكومنت جميل أو نقد كمان مش هتفرق، وبرحب بيكم كلكم في قناة المتواضعة. يا ريت تشتركوا اللي مش مشترك فيها. عايزين كلنا نقول رأينا في مقابلة أبو زياد لهناء، ويا ترى هيتجوزوا ولا دي مقابلة من أخ لأخته المغتربة اللي جاية تزور بلدها أم الدنيا مصر. بس في الأول وفي الآخر كلنا متفقين على ضرورة لقاء الأولاد بأبوهم. كلنا ضد العقوق بكل صوره، ووصية ربنا هي بر الوالدين حتى لو كانوا مشركين، ودي آية في القرآن كلام ربنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى لو أبوك وأمك مشركين صاحبهم في الدنيا معروف. أبو زياد الله يسعده يا رب ويحفظه وأمه ويرزقه بر والدته وبر أولاده، اللي رضا ربنا من رضا أبوكم عليكم. أبو زياد كان أغلب كلامه هو قاعد مع هناء يقولها أنت أخت فاضلة. وحتى لو في زواج، هو الزواج شرع ربنا، وأبو زياد راجل ما عندوش زوجة، يعني برضو من حقه إنه يتجوز. حتى لو أبو زياد بيفكر يتجوز، ده مش سبب إن احنا نقاطع أبونا اللي كان سبب في وجودنا. أبو زياد كلامه لا يخلو من الإيمان بقضاء الله وقدره، وإن المقادير لا دخل لنا بها. ده كلامه الهناء هو في المقابلة، وإن أي شيء بيحصل لنا ده من عند ربنا وإحنا راضيين بيه. وهو ما يعرفش هناء إلا علشان اتكلمت عن مشكلته اللي كلنا متعاطفين معاها. وشكرا جدا لهناء، وعلى راسنا يا هناء نزولك تقابلي أبو زياد. بس في حالة أبو زياد إن أولاده مقاطعينه ورافضين إن هما يقابلوه، سواء باختيارهم أو بتحريض من الجد والجدة، فهو إذا اتجوز هيتجوز علشان يخلف أولاد تصبروا على بعد أولاده التانيين، تصبروا على بعد حضن ريماس ويوسف. هو محتاج أولاد كمان. يعني الجواز لحد ذاته مش هيبقى هدف ولا غاية لأبو زياد قد ما هيبقى هدفه إن هو يبقى عنده أولاد. هناء بتقول أنا كلمني أبو زياد على الانستجرام وكنت سعيدة جدا، وحبيت إن أنا ألبي طلبه في إن هو نتقابل، وبالفعل قدرت احنا متقابلين وأنا مبسوطة وسعيدة. أبو زياد رد عليها وقال لها ما هو ما يحسش بالمظلوم إلا المظلوم اللي زيه هناء، وانت أكيد اتظلمتي وحسيتي بظلمي. كلنا يا أبو زياد حاسين بالظلم اللي وقع عليك، كلنا عارفين ان انت هدفك في حياتك رؤية ولادك. كلنا ضد عقوق الأولاد لأبوهم، بنطالب برجوع أولاد أبو زياد لحضنه، وريماس بالأخص بصرف النظر عن نيرة. هنا حمدي عمل مقلب في وفاء، قال ان هي بنته مش هنستناها في المطار، ورجع من السفر وخدها على المطار، وهي قالت له بيقول لها طب تروحي انت تقابليها وانا استنى انا بالولاد. قالت له لا، مش كفايه ان انت بعدت عني ندى، عايز تبعد عني بقيه العيال كمان؟ طيب انت يا وفاء وبرضو حمدي، انتوا الاتنين تقدروا تبعدوا عن ولادكم؟ طيب ما حسيتوش بأبو زياد وهو بعيد عن عياله؟ يا حمدي، هو أبو زياد مش كان بيشيل رماس زي ما انت شايل ابنك وبرضه ملهوف على انه يشيل رماس تاني ويحضنها؟ وفاء وانت متضايقة كده علشان خاطر بنتك مش لاقياها، وبتقولي له انا هصوت والم عليك الدنيا لو ما جاتش بنتي دلوقتي. بتزعلوا ليه ان ابو زياد زعلان وبيطالب بان ولاده يرجعوا له؟ وحتى لو هو مثلا زعلكوا بكلمتين شوية، طيب ما ترجعوا المياه لمجاريها. انتوا في الاول وفي الاخر اسرة واحدة، ولا حمدي يقدر يبعد عن حضن عياله ولا وفاء تقدر تبعد عن حضن عيالها. انتوا حرمتوا ابو زياد من انه يتلم لمة اسرة مع اولاده بحجة ان هو عايز يتجوز، ولا عايز يتجوز ولا حاجة. الراجل غلبان وبيدور على اولاده. حتى انا لاحظت الموضوع ده من مقابلته لهناء، في عينيه حزن وزعل، محتاج اولاده عايز يشوفهم. هناء نزلت تكبر بخاطر اب قلبه حزين بسبب بعد عياله عنه. فديت حركة إنسانية جميلة من هناء، لأن في مصر مثل بيقول لك الناس لبعضها. هناء جت تواسي راجل وحيد عمال يلف على المحاكم علشان رؤية
مش علشان يجوا يقعدوا معاه العمر كله، علشان رؤية بس يشوفهم، عشان ياخد ريماس في حضنه ويقول لها يا حبيبة قلبي وحشت أبوكي. يا حمدي حط نفسك مكان أبو زياد. أنت وفاء، هتقدر تعيش الإحساس اللي عايشه أبو زياد دلوقتي؟ وفاء، قولي كلمة طيبة تعود لك في أولادك. ربنا قال في القرآن وكان أبوهما صالحين، يعني صلاح الأب والأم بيقعد للأولاد. فأقول كلمة كويسة في حق أبو زياد ورجوع ولاده ليه، أو حتى الرؤية يعني يشوفهم بس. ما تشجعوش الأولاد على إن هم يعصوا أبوهم ويبعدوا عنه. هم أكيد الأولاد مستنيين منكم كلام زي كده، بصرف النظر عن إن نيرة أو زياد بيقولوا لأ. أكيد ريماس ويوسف مش هيقولوا لأ، وبالذات إن ريماس كانت ما بتحبش تقعد إلا على رجل أبوه. والفيديوهات القديمة تشهد يا حمدي، فيديوهات أبو زياد مع أم زياد لما كانوا بيعملوا فيديوهات روتين، وكان أبو زياد بيعمل جده عبده، كانت ريماس على طول قاعدة على رجله، وأم زياد كانت على طول واقفة في ظهر جوزها أبو زياد، ما قصرتش ولا هو كان بيقصر معاها. أبو زياد عايز يحضن ريماس يا وفاء. أبو زياد عايز يحضن بنته وابنه يوسف، ويقعد نفس القعدة بتاعتكم ديت، يقعد يتغدى مع ولاده. الدنيا مش دايمة، الدايم العمل الصالح، وإن الناس تذكرك وتقول ده حمدي ووفاء وقفوا جنب أبو زياد علشان يشوفوا ولاده. ما تنسوش يا جماعة الدعاء لأبو زياد والوقوف جنبه، ولايك للفيديو علشان يوصل لكل المتابعين ولكل من يهمه الأمر. كان الله في عونك يا أبو زياد، ربنا معاك.